واش الكرياتين كيطيح الشعر ولا لا؟ الكلام كثير في هذا الموضوع وكل واحد شنو كيقول. الحمد لله جات دراسه اللي فصلت هذا الشيء وعطات العسق. دراسه كانت المده ديالها 12 اسبوع، داروها على 38 شخص في مراحل عمريه مختلفه، يعني مختلفين في العمر، فيهم شباب وناس كبار. مجموعه منهم غياخدوا كرياتين 5 غرام في النهار، والمجموعه الاخرى غياخدوا بلاسيبو اللي هو واحد الماده كتستعمل في التجارب غير باش تبين الفرق، ما كتضر ما كتنفع. كان الهدف هو يعرفوا التأثير ديال الكرياتين على الشعر وعلى الهرمونات. فقاسوا جوج حوايج قبل التجربة وبعد التجربة، واللي هما الكثافة والعدد ديال بصيلات الشعر، وقاسوا كذلك التغير ديال الهرمونات بحال التستوستيرون والدي اتش تي دي هيدروتستوستيرون. ومن بعد المدة ديال التجربة اللي هي 12 اسبوع فما كانش حتى شي فرق بين المجموعات بجوج. صحة بصيلات الشعر بقات هي وكذلك تغير الهرمونات ما كانش فيه حتى فرق. واخا وهاد تساقط الشعر اشنو السبب ديالو؟ عنده اسباب كثيره، ولكن ابرز سبب هو الجينات ديالك. الا كانت الجينات ديالك كتزيد جسمك ينتج واحد الانزيم اللي كيتسمى 5 الفا ريداكتيز، وهذا الانزيم كيحول لنا التستوستيرون للدي اتش تي او الدي هيدروتستوستيرون، وهو اللي كيتسبب لنا في الصلع الا كان طالع بزاف في الجسم. بمعنى الكرياتين ما عنده حتى شي علاقه بالصلع، الامر كله متعلق بالجينات ديالك. نتمنى نكون افدت. انا مرتي ديال الكوتشين وما بقى غير نقول لكم ذاتس ات. كان معاك يونس.